يا جماعة درجة الحرارة تقريبا 45، والله العظيم 45 بدون مبالغة. وأنا نازلة أعمل عمل انتحاري الساعة 2 الظهر، 2 الظهر بتوقيت مصر. أنا نازلة أعمل عمل انتحاري، تمام؟ اليوم ده يعني بهدلة، يعني مرمطة، يعني شحططة، يعني هتعرقي وتتبهدلي وضغطك يوطى واحتمال يغمى عليكي ويطلبوا لك الإسعاف. فأنا هخليها لكم فجأة بقى، وهوريكم أنا في الاخر هنعمل ايه. يلا ادعوا لي ادعوا لي يا ولاد. طبعا انا ما اكذبش عليكم، انا اول ما دخلت ولقيت المنظر ده، شفت الكراريس والكشاكيل ولقيت الجو ريحته لانشون واساتيك وبرايات وجلادات وهم ازلي، انا قفلت. والله يا ولاد نفسي قفلت من اليوم كله. اول ما شفت البوادر والبشاير بتاعت ايام المدارس هلت، والله العظيم انا كنت عايزه اعيط. وقد ايه الدنيا سريعه والوقت بيجري. ده احنا لسه ما عملناش حاجه والله في الاجازه، ده احنا ما طلعناش طلعه الا يومين بليله، ما صيفناش حتى عدل زي الناس. يلا الحمد لله على كل حال. شايفين المنظر؟ اتسلقت، اتشويت بس الحمد لله، الحمد لله. انا جيت يا ولاد، انا جيت نورت البيت. استنوا بس اخد بق ميه لحسن ايه الموضوع والله صعب 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 صعب. بسم الله. مبدئيا كده، مبدئيا ندعي لكل الرجاله وكل حتى الستات، اي عامل اي عامله بينزلوا يشتغلوا في الجو ده، الله يعينهم ويقويهم ويصلح حالهم ويوسع رزقهم يا رب من حيث لا يحتسبوا، لان حقيقي الجو تحت نار جهنم، ربنا يكفينا النار وعذابها يا رب. طبعا انا رحت فتح الله وكل اللي قلت لكم عليه وانا على السلم الكهربائي حصل، بس عشان ما ابقاش كذابه الحمد لله لا اغمى عليا ولا ضغط بيتي. بس طبعا حر وتلزيق وعرق وبهدله وطبعا لما تتسوقي لوحدك غير ما يكون معاكي زوجك العزيز طبعا ربنا يعينه يا رب على حاله. تعالوا نشوف النهارده جبنا ايه وتعالوا نشوف الاسعار. والحمد لله الحمد لله الحمد لله الدنيا بخير وبلدنا بخير. ربنا يصلح حال الدول العربيه كلها ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا، واللي نفسه في اي حاجه ربنا ما يحرم حد يا رب، ودايما يا رب الخير عندي وعندكم. نقول بسم الله. واول حاجه بصوا عايزه اقول لكم الاول على حاجه، لو كل يوم اديتي ابنك 200 جنيه وقلتي له هات ازازه لبن او كيلو لبن وتمن جبنه وحتى قرطاس طعميه وهات فينو او هات عيش بلدي وهات مثلا لو طمع بقى هو مثلا في شوكولاتايه ولا في باكو بسكوت ولا اي حاجه، ال 200 جنيه اتفرتكت وفطرتي بس، ما جبتيش غدا ما جبتيش عشاء وما عملتيش حلو كمان. فطول عمري اقول ان نزوله مره واحده وتدفعي مبلغ محترم مثلا اهو، ده في باقي لسه الريسيت تحت، بس بتبقي قاعده بالذات في الحر ده مطمنه ان انت عندك كل حاجه، عندك دقيقك. انا جبت دقيق الصقر ده جميل جدا، الكيلو ب 20 جنيه ومعبأ وزي الفل ولكل الاغراض. انا كأميرة بعمل بيه كل حاجه صراحه يعني. اهو جبت 2 كيلو دقيق واشتريت رز، والنهارده الفيديو برعايه روز جاردن. والله العظيم يا جماعه ان ماركه روز جاردن دي تحفه 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 في كل حاجه. هقول لكم انا جايبه منها كام منتج. روز جاردن اهو، جبت 2 كيلو رز. طبعا ممكن اتسوق تاني، ممكن ابعت الماركت اللي جنبي بالتليفون اجيب حاجه تانيه، لكن الاساس عندي. كان في عرض على لبن المراعي، نقول بسم الله ونصلي ونسلم على اشرف خلق الله ونسينا المقدمه بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب ميرو عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بالف خير. حطي لاختك اميره لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتيش عندي اشتركي عندي ونوريني. دول 4 ازايز لبن عليه عرض ب 45 جنيه، طبعا بيبيعوه بره ب 52 جنيه الماركتات، تمام؟ ده اكل القطه بتاعتي مالناش دعوه بيها، وانا بشتريش اكياس للقمامه اعزكم الله، لان انا البواب بياخدها من على باب الشقه ينزلها تحت، فانا مش بشيلها ولا بروح بيها مثلا في مكان ولا اصلا بخليها بايته في البيت. فاكياس فتح الله دي او اكياس اي ماركت هايبر اي حد، انا بحوش الاكياس دي
الباسكت، بحطها بلبسها للباسكت. عمري ما اشتريت اكياس زباله، عمري. تمام. طبعا احنا بنحاول على قد ما نقدر نوفر يعني. خل ماشي، لا ملناش دعوه بدي. دي ادم شربت فيها جبتها له مشروب كده. روز جاردن زيت زيتون وعليه عرض من 179 ل 135. انا الوحيد اللي فاكره سعره والله العظيم. انا مش بحفظ اسعار، كل حاجه في الريسيت، لكن انا حافظه سعر زيت الزيتون لاني لقيت عليه اوفر رهيب. عليه اوفر 50 جنيه من 135، من 179 يعني من 180 ل 135. وحاجه روز جاردن انا مجرباها معصوره على البارد، منتج مصري زي الفل. ادي تاني حاجه، ادي روز جاردن زيت زيتون وروز جاردن رز. في حاجات طبعا دي منتجات مصريه كلها مش مقاطعه، كلها مش مقاطعه. مربى بيتراك، مربى فراوله، انا بحب اعمل مربى في البيت، لكن اولا الفراوله مش موجوده، ولو لقيتيها هتلاقيها اللي هي المستورده دي الغاليه. ثانيا ساعات الواحد بيبقى فاصل ومش عايز كل حاجه يعملها في البيت. احنا شطار وكل حاجه، بس مش لدرجه ايه لو عرفنا نعمل كل حاجه في البيت الناس اللي بره مش هتسترزق صراحه. ملح، ده ملح يودي بتاع الطعام الناعم يعني. كاتشب روز جاردن برضه اهو، بصوا كاتشب روز جاردن، زيت زيتون روز جاردن، روز جاردن. بصوا يعني هو لو في حد هناك واقف في اي ماركت بيبيع منتجات روز جاردن، والله العظيم انا هاخد بونص قد كده. عصير فراوله عشان العيال، كل الحاجات دي، كل الحاجات اللي هي هتلاقوها كماليات كده دي العيال اللي شبطت فيها. ده جهينه ميكس كده، وده المراعي، ده فراوله وده موز وده حليب بالفراوله. دي كاتشب روز جاردن، ودي مايونيز روز جاردن برضه. بصوا اهو. افصل يا ادم وشغل تاني عشان التليفون بيهنج. استنى. خلصنا من اول في شنطه. بصوا انا بقى يا حبايبي، يعني عودي نفسك لو انت بتتسوقي لوحدك، دي توابل بطاطس. لو انت بتتسوقي لوحدك عودي نفسك لو عندك شنط زي دي، يعني لو انت متسوقه من اي حته، من سبينس، من هايبر، من كارفور، من اي مكان. الشنط دي عندي على فكره بقى لها سنين، بتجيبيها مره واحده بس. الشنطه كده اللي هي بتحافظ على البيئه دي ب 20 جنيه باين ولا 25 جنيه. وعايزه اقول لك ان هي بتلم لك بقى حاجات كتير. يعني انا لميت المنظفات في شنطه، البقوليات والالبان في شنطه، اللحوم والفراخ والكبده والسجق والجزء كده خاص مثلا بالجبنات في شنطه. فوالله العظيم وحياه ربنا بتاع الكاشير وهو شايفني عماله استف واحط كل حاجه في شنطه، بقى يقول لي والله يا مدام عايش، والله عايش حضرتك يعني لميتي حاجتك بطريقه، وعلى بال ما انا خلصت ما يعني كنت عبيتي كل حاجه. فبجد احنا ابطال والله العظيم ثلاثه، احنا ابطال. لبن ميدو بحب اعمل بيه معجنات وبيتزات وحاجات. دي شيبسيات للعيال بقى، تايجر وما تايجرش طبعا لما يكون معاكي طفل صعب ان انت تقعدي تقولي له ده لا او ده بس انا مش كل حاجه بقول عليها اي حاجه حاسه ان هي مضره، اي حاجه حاسه ان هي غاليه على امكانياتي مش بجيبها. مش مش عشان نزل معايا يعني هيفلسني هناك، لا. ده كابوتشي خاص بالسلطه، كابوتشي. حاجه مهمه بقى قوي عايزه اقول لكم عليها، الفلفل الالوان رخص بقى الكيلو ب 35 جنيه، وطبعا ده منين؟ ده من فتح الله. لكن لو عند بتاع الخضار هتلاقيه ب 30 او ب 25. هاتيلك 2 كيلو وفرزيهم وحطيهم في اكياس في الفريزر لرمضان. في رمضان بيوصل الفلفل الالوان ده ل 100 جنيه وال 100 وشويه، زي الجنان بتاع الليمون كده. الليمون برده دلوقتي ب 10 وب 20 وب 25، وكان واصل 150 جنيه من كام شهر. فانا رحت جايبه 2 كيلو فلفل الوان، 2 كيلو فلفل الوان. فين التاني؟ هيظهر دلوقتي التاني اهو. استنى. جبت كيلو احمر وكيلو اصفر، هفرزهم وده فلفل حامي، وده فلفل رومي، وده خيار، وده ليمون. ماشي. الله، احلى ما في الموضوع المانجا. مانجا سكري تحفه تحفه. ادم خد حطها في التلاجة عشان الجو حر.
لا تعالى 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 يا ادم. يعني هي المتابعين، قول للمتابعين ازيكم. ازيكم. ازيكم انا جاي صيف عن تعالى 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 تعالى. وده مش ادم ما شبط فيه الربع كيلو ده ب 42 جنيه، مش مستورد. قال يعني هو كل البلدي عشان ياكل لي المستورد. يلا كمثرى خشابي، انا بحبها بصراحه، انا بحبها قوي 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 كمان. يبقى جبنه خضار، جبنه فاكهه، جبنه منظفتنا. تشيليش هم حاجه يا شابه. دي جبنه براميلي. لانشون بقى، مراعي، جبنه فلامنك، جبنه رومي، جبنه كريمي. كل اللي بيحب حاجه جبتها له. ده زبادي، مش هفضل انده لادم طبعا يحط الحاجه، علشان انا بلم كل الحاجات دي كده عن ناحيه التلاجة واروح ارص بقى براحتي عشان نفتحها مره واحده. ده زبادي لبنيتا طعمه تحفه وكان عليه عرض. الخمسه زائد واحد مجانا، السته دول ب 32 جنيه او ب 35 جنيه، يعني حلو جدا. انا عندي هنا كوبايه الزبادي فيها معلقتين ب 10 جنيه عند السوبر ماركت. يعني السته دول يعملوا 60 جنيه، لا دول بحاجه و30. علبه جبنه النستو دي بتاعت سوتي مين يا ميرو؟ لو متابعه لسه متابعاني جديد، سوتي دي القط بتاعي، بجيب له اكله قبل اكل العيال. ماشي. نيجي بقى للتجيل جوي. سجق بلدي، وكمان فيليه الدجاج عند فتح الله عنده عرض. الناس اللي بتتسوق من فتح الله عامل عرض حلو قوي ب 190 جنيه البانيه، زي عند بتاع الفراخ بالظبط. تعالى يا دودو، حط كل اللحوم والسجق والبانيه دول في الحوض كده بشنطتهم عشان افوق لهم. امسك، لا بسرعه. موفد. هنا رايح فين؟ تعالى يا ابني حبيبي، في الحوض. جبنا كيلو بانيه، فراخ بانيه، وكيلو سجق، وكيلو مفروم، وكيلو كبده عصافيري، ونص كيلو كبد فراخ لسوتي برضه. بصوا الحاجات دي كلها ساحت مني، انا ايه مضطره اودي على الثلاجه على طول الحاجات دي. فكنت عامله شنطه كامله للحوم، وعلى جنب كده حته صغنونه مفوضه للجبن. تمام. في عرض على دبابيس الفراخ، الكيلو ب 100 جنيه، 110 ب 110 كيلو دبابيس الفراخ ب 110. وده ايه ده؟ ده كيس. بحب قوي الخضار المشكل بتاع بسمه، بعمل بيه تورلي يجنن. اسقيته في شوربه، اعمل شويه شوربه خضار لو انا تعبانه يجنن برضه. هنحط بس ايه كل اللحوم دي على الترابيزه الثانيه. ادي كده شنطتين فيديو، واحده بتاعت كل البقوليات والازايز واللبن والحاجات دي، والثانيه بتاعت اللحوم والجبن. في هنا بقى مكرونات. بصوا بقى، بموت في مكرونه حوا، جبت منها كل الاشكال. كان عندي هنا فرن، جبت سباكيتي وجبت قواقع اللي هي دي. تمام اهو. ملح بقى برضو روز جاردن، الكيس ده ب 2 جنيه ونص تقريبا او 3 جنيه اهو. روز جاردن. كل بقى الملح الاكياس الخشن ده بيبقى لغسيل الفراخ، غسيل الطيور كده. بجيب اللي هو الناعم بقى ده، نور او كوكس للايه. ايوه يا اختي زي ما انت قلتي كده. صلصه روز جاردن اهو. يبقى كام منتج روز جاردن؟ 3/4 التسويقه دي والله برعايه روز جاردن. ايه تاني يا ميرو؟ روز جاردن اهو. نسكافيه روز جاردن، مقاطعين احنا نسكافيه، ماركه نسكافيه والحاجات دي مقاطعينها احنا برضو. ماشي، ما زلنا مقاطعينها. تونه روز جاردن يا جماعه، يا بتوع شركه روز جاردن السلام عليكم، انا هنا النهارده. الشيك ده كله برعايه روز جاردن، والله برعايه روز جاردن. تمام. شاي روز جاردن. انا عايزه حد من شركه روز جاردن يرد عليا. لا، ده انا لو بعمل ريفيو للشركه كان زماني بقيت غنيه. شعريه حوا، وكنت عايزه شويه عطاره بقى، يعني الشنطه دي كلها. وده بن محوج تحفه ورخيص
ومنتج مصري، لا تقولي لي ابو عوف ولا تقولي لي معرفش ايه، انه اسمه بن سليمان محوج فاتح، اللي يلاقيه في اي حته يجيبه، بس انا بروح لام فتح الله مخصوص. بن سليمان ده يعمل لك دماغ قهوه تحفه تحفه تحفه. الشنطه دي كلها بقى عطاره، توابل، فلفل اسمر وكمون وحمص وعدس بجبه وعدس اصفر، فاهميني طبعا. طيب بدي افضي كده عشان اوريكم العرض الجميل اللي على اوكسي ده. بصوا انت قفلتها كده ليه يا دودو؟ ايوه انت، مش انت يا راجل. جبت مناديل، هنخش على الروايح التحفه بقى. افصل كده يا دودو عشان حاسه ان انا مش باينه قوي لغايه ما افصل. جبت مناديل للتواليت زينه 6. كنت عايزه ورق زبده، لا ده اللي ورق اهو، كنت عايزه ورق زبده عشان الوصفات، وده لقيته ب 18 جنيه ورق لامتصاص زيت القلي، ورق كده شفاف بيمتص الزيت، لقيته ب 18 جنيه وكتير جدا، قلت اما اجربه. معجون سنان طبعا، جذور العود، كل اللي متابعني عارف ان انا مجنونه مهووسه بالعود. جذور العود ده ب 50 جنيه، في اللهم صل عليك يا نبي 2 4 5، في 5 اعواد. العود بيشتغل 8 ساعات، العود بيشتغل 8 ساعات، انت لو ما طفيتهوش مش هيطفي لمده 8 ساعات، بيخلي لك ريحه الشقه حته من الجنه. اهو من شركه انسام، اهو بخور انسام جذور العود، الريحه تنسيك الدنيا وهمومها ومشاكلها، والله العظيم ب 50 جنيه في 5، يعني لو هم فاتحين العبوه هتقف عليك العود ده ب 10 جنيه. خطير، تحفه تحفه تحفه. ماشي. الاوكسي ده انا بجيبه بالشهر، ده عليه عرض يا خراشي على ريحته. احلى حاجه في مسحوق الغساله الاوتوماتيك الاوكسي ده ان هو ابيض والوان، لا تحتاجي تجيبي مسحوق للابيض ولا مسحوق للالوان، لا ان هو ابيض والوان. ماشي. باللافندر طبعا بتبقى ريحته، والله عايزه تمسكي الغسيل كده تاكليه، بتطبقيه وتحطيه في الدولاب وتفتحي الدولاب تشمي ريحه اللافندر دي. ده ب 275 4 كيلو، 4 كيلو ب 275. انا عن نفسي بيكفيني شهر. تودو افصل كده ثواني. يبقى ادي الاوكسي. طبعا دلوقتي هروح اقلع واتوضى واصلي وانده للبنات بقى يفضوا، هم عارفين كل دي ميزه بقى ان يبقى عندك بنات كبيره، ربنا يخلي ولادنا جميعا. لا ولو عندك صبيان ومعوداهم ان هم يساعدوكي هيساعدوكي برضه. دي كلها منظفات. انا بحب بريكس، تحفه تحفه تحفه، مش ناقص ان انا اشربه. بريكس ده خطير، تعملي بخاخ منه حبه وتخففيه بميه وترشي على كل الاسطح، تحطيه في ميه المسح وتمسحي بيه الشقه، ترمي في الارض وتدعكي بالفرشه وتخلي السيراميك زي الفل، ريحته خطيره. انا بجيب الليمون، المره دي جبت السنيبر او الصنوبر، وده مبيد حشرات. وادي مسحوق للصحون برضو، روز جاردن اهو، روز جاردن، تونه روز جاردن، زيت روز جاردن، كاتشب روز جاردن، ملح روز جاردن، خل روز جاردن صلصه. بصراحه منتجات روز جاردن حلوه جدا، شاي، اي حاجه مش ناقص الا اللي يعملوا لحوم وروز جاردن. ايه تاني يا ولاد؟ لقيت بهيه عاملين 20% خصم، يعني تتبرعي 20% من ثمن الازازه دي، هتروح تدعم سرطان الثدي بتاع السيدات. ربنا يعافينا جميعا، بس محدش كبير على المرض، يمكن الواحد لما يساعد دلوقتي يلاقي اللي يساعده بعدين يعني. اهو ماكسل ده معطر جو، ماكسل ده بيدعم مستشفى بهيه، جميل قوي، جبته. ده بريحه يعني مجموعه فواكه استوائيه كده، بحبه قوي، جميل. ممكن ارشه في الريسبشن، في التواليتات، في اي حاجه. لكن غرفه نومي انا بحب العطور الشرقيه، اخصص عطور شرقيه لغرفه نومي. لما تمسحي اوضه نومك وتبقي كده فرشه الملايه النظيفه والستاره النظيفه والسجاجيد زي الفل، وتيجي مثلا تتوضي وتصلي كده ومشغله مروحتك او تكييفك ايا كان، وتعودي نفسك وتعودي جوزك ان لما يدخل باب الاوضه يشم ريحه معينه هو عمره ما هينساها.
فانا بحب ادلع اوضتي، وبحب ادلع المكان اللي انا برتاح فيه، وهو طبعا غرفه نومي. وبحب دايما اجيب لها بخور عود او معطر جو عود. طبعا ده برده روز جاردن اهو، تحفه. ده بريحه العود، ده بخصصه لغرفه النوم عندي بس، على السجاد وعلى الستاير وعلى السرير وعلى سجاده الصلاه وعلى كل حاجه، وعلى هدومي كمان وعلى وشي على كل حته. ماشي، ادي كده. كريم شعر فاتيكا اوكسي تاني، بس ده لغسيل اليدوي، اغسل مشيه، يغسل سجاد، اغسل طرحه على ايدي كده يعني. ماشي. صابون لايف بوي، صابون حمام وش يعني. وده ليف روز جاردن. ايه الحكايه يا ادم؟ كل حاجه روز جاردن كده. ايه ادم ده؟ ايه اهو روز جاردن ده سفنج مواعين كده، ما بيكسرش الضوافر. هتقولي لي ازاي يا ميرو؟ هقول لك ازاي. هقول لك ازاي يا اختي، والله ما هخبي عليكي حاجه. لو انت ضوافرك كبيره، هو في من هنا كده زي حته مجوفه، بتمسكي المواعين الليفه كده، بتمسكي الليفه كده، فبتدخلي كل ضوافرك الاربعه من هنا، وضفرك الكبير داخل من هنا. شايفه اهو؟ اغسلي المواعين كده 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 اهو. الاربعه دول كانوا عاملين حاجه و20 جنيه، روز جاردن، تحفه 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 تحفه. اتسوقوا وهاتوا حاجه روز جاردن يا جماعه. اه ده بقى عيش فينو برضو من فتح الله، وده عيش دايت عشان اختكم اهو، بالشوفان اهو، بالدقيق الاسمر، وخالي من الدقيق الابيض خالص، وما فيهوش اي حاجه اهو. ده كده ب 15 جنيه، عيش طويل كده عامل زي الباجيت، وبيتقطع شرايح، بيبقى عامل زي التوست. بحب الصبح اكل عليه بيضه مسلوقه، احب الصبح. حتى الكايزر برضو عاملينه ايه اهو، عاملينه كايزر دايت. والله يا ولاد انا تعبانه، بس ايه، قلت اشجع اللي لسه قابضين وعايزين ينزلوا يتسوقوا اهو. ده برضو كايزر دايت، فيه حبوب الشوفان اهو. بس يا ولاد انا كده كفيت ووفيت وجيت نورت البيت. هروح بقى اعمل لي فنجان قهوه كده، اظبط المود الاول، واظبط حالي وافضي حاجتي. وكده بقى عندي يوم تونه، بقى عندي يوم فراخ، بقى عندي يوم لحمه، بقى عندي يوم قرداحي، اي حاجه، نحمر بطاطس ونعمل شويه مكرونه كده بالصلصه. عندي بانيه، عندي لحمه مفرومه اعمل بيها كفته، اعمل بيها برجر. عندي دبابيس، اعمل صينيه بطاطس بالدبابيس وجنبيها رز بالشعريه. عندي الالبان، عندي الجبن. يعني التسويقه دي لو بتدفعي مبلغ في التسويقه دي، فانت بتوفري كتير، بتوفري كتير 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 والله العظيم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واكون كنت خفيفه كده على قلوبكم. لو اول مره تشوفي لي حطي لي لايك، وكومنت حلو منك، ودعوه حلوه، ولكم بالمثل ان شاء الله. السلام عليكم، باي باي.